العربية والذكاء الاصطناعي، تحفيز الابتكار وصون التراث الثقافي. تعد العربية لغة عالمية ذات أهمية ثقافية، وهي تعتبر لغة رسمية في حوالي 25 دولة. ومع ذلك فإن المحتوى المتاح على شبكة الإنترنت باللغة العربية لا يتجاوز نسبة 3%، مما يحد من إمكانية انتفاع ملايين الأشخاص به. وتجمع فعاليات تقيمها يونسكو بهذه المناسبة صفوة العلماء والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي ورواد الثقافة، بغرض استكشاف سبل سد هذه الفجوة الرقمية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية على شبكة الإنترنت، ودعم الابتكار وتشجيع الحفاظ على التراث. وفي هذا العام لليوم العالمي للغة العربية تتمحور حول مواضيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي العربي والحفاظ على الثقافة واللغة والتمكين الرقمي. وتعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة. حيث أن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة، لغة القرآن، ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها. وسطى وسمحة لغة الحياة بها استقى